وطني قديد كرامة وذاكرة طفل ولد في أيلول البدايات، ذاكرة طفل عرفت غربة الوطن قبل أن تعرف غربة المنفى. أقول لها: أمر باسمك إذ أخلو إلى نفسي كما يمر دمشقي بأندلسي، ويا وجع القلب يوم صارت الأندلس أقرب إلى الدمشقي من دمشق، بيد أنك أيها الوطن ستبقى. كتبت لك: ستبقى ما بقيت أنا، ونبقى ما عرفنا منطق الغرباء، نحن هم وقنديل العبور أنا، وأنت الضائع المنسي في أوجاع أيلول. لكل حكاية أيلول يمطرها فيرويها، وفي بلدي لكل مدينة أيلول يعرف كل حاضرها وماضيها، ويجري في سواقيها إلى المنفى لبحر الروم للثلج المقيم على حدود الخوف والأحلام. ماذا بعد؟ هل وقف احتمال الضوء عند الضفة الأخرى؟ هل قتلت مقابرنا على صفحات هذا السرد مثل حجار قرطبة ستوصد دونك الأبواب جيليقيا وتشمت فيك؟ لست الداخل المنصور فيما بعد، لا مولا يقيك تآمر الجيران. أنت حضارة غرقت ونشلوها وباعوها لهولاك وليحرقها. وطني قبر بحمص أستنهض صاحبه طلعة كل ذل. يا ابن الوليد ألا سيف تؤجره؟ فإن أسيافنا قد أصبحت خشبا. وطني الشهباء حاضرة الحمدانيين وقد صارت أشلاء وغبارا، وإذا بآخر طريق الحرير أول طريق الدم. وطني دمشق وفيها تطرز أسماء كل خيول العرب من الجاهلية حتى القيامة أو بعدها بخيوط الذهب. هناك تسير السماء على الطرقات القديمة حافية حافية، فما حاجة الشعراء للوحي والوزن والقافية؟ سألت عبد الملك بن مروان: أرأيت إن هبط السيد المسيح على منارة دمشق الشرقية فما وجد من دمشق إلا أثرا بعد عين، ماذا أنت قائل له؟ قال: سأخبره أن جعلنا دمشق عاصمة العالم وحاضرة القرار، يخرج منها الأمر إلى تخوم الصين شرقا وإلى الأندلس غربا فلا يرده راد. أما أنت ماذا ستقول؟ قال لي. قلت له: سأتلو عليه نشيد الميلاد وقد كتبته بمداد الوجع. هنا الميلاد يعبق في شرايين السماء دما ولا يسلى. أنا خبز السماء إذا ما جاعت الأحلام في غدكم. أنا قيثارة الأيتام إذ نظروا إلى أعلى وضاقت عنهم الدنيا بما فيها. لكل مدينة أيلول يعرف كل ماضيها. ستخبركم مدينتكم عن القتلة، وتبلغكم وصايا العابر المقتول، ويسرق أهلكم صاعا من الذهب، وتبدأ رحلة الغرباء في أيلول. وطني أنا جراح لا ضفاف لها، هذا وطني. جميل. ولا يمكن. محمد ياسين صالح يا ابن دمشق وسوريا، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، وننتقل من سوريا وليس بعيدا من هناك إلى أفلاج عمان